يسعدنا يكون معنا من خلال اتصال تليفوني مهندس فاروق شرف، استشاري وخبير ترميم آثار ومنشآت تاريخية. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا يا استاذه نهى، ازي الصحه؟ حضرتك، ويعني عايزين نعرف أكتر عن هذا المسجد. هل هو بالفعل تم بناؤه قبل مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة؟ تمام، هو طبعا جامع تاريخي جدا. ده طبعا في مدينه الجيزه زي ما حضرتك بتقولي، في محافظه الشرقيه اللي احنا لسه بنحتفل بالعيد القومي بتاعها لحد دلوقتي، وبيعتبر من اقدم الجوامع عشان تم تاسيسه 18 هجريه، اللي هي 639 ميلاديه، لكن عمرو بن العاص كان في 21 هجريه. يعني انا عايز اقول ده كان له مناسبه معينه، كان في قتال وكان في حرب في المكان ده، وحتى دفن فيه الناس اللي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده سنه يعني. هو كان زاويه الاول وكان من الطوب اللبن، لكن بعد كده لما اتنقل عمرو بن العاص في القاهره طبعا عمل المسجد بتاعه المشهور. عايز اقول لحضرتك سبب التسميه بتاعت بسادات قريش تكريما لصحابه النبي عليه الصلاه والسلام، اللي هم الذين استشهدوا طبعا بمنطقه بلبيس اثناء الفتح الاسلامي، وكان عددهم حوالي 250 مسلم، لكن كان بينهم 20 واحد الرسول عليه الصلاه والسلام، وكان ومدفنهم كان قريب المسجد. نعم. انا اقول لحضرتك برضو جامع السادات قريش ده في شارع بورسعيد، طبعا هو مستطيل الشكل، مساحته في حدود 3000 متر مربع، وبيحتوي على 18 عمود من الرخام. نعم. الاعمده ديت مش جديده، الاعمده ديت قديمه، عشان التيجان كلها تيجان مختلفه، مختلف خالص. ودي منشآت طبعا من معابد رومانيه وقبطيه مصريه. نعم. المسجد بيقع في الجهه الشرقيه من المكان نفسه، من الحائط بتاعه. حضرتك ده مرتفع شويه، لكن يقال ان هو كان اتبنى على او على قصر الحاكم الروماني، وطبعا الطوب اللبن في تاسيس الحوائط. لكن المدخل الرئيسي في الجهه الغربيه، وده عباره عن عقد نصف دائري، وحضرتك بيعلوه صف من النوافذ الصغيره علشان موضوع الاضاءه. طبعا مواد البناء زمان كانت من الطوب الاحمر والمونة، والصحن طبعا كان مكشوف ومستطيل الشكل. لكن خليني اقول لحضرتك ان المحراب عباره عن تجويف نصف دائري محفور بجهه القبله، وبيه زخارف طبعا جصيه، طبعا مش كبيره، يعني مش زخارف جامده، لكن هي عباره عن زخارف جصيه ونباتيه. نعم. وطبعا بجوار المحراب كان في المسجد الخشبي، وده من الطراز العثماني البسيط، لكن الاصلي كان تم فقده. لكن لما جه بقى حضرتك مصطفى الكاشف او احمد مصطفى الكاشف، ده كان امير في مصر، اعاد بناء المسجد، وده كان عام 1002 هجريه. وده طبعا الكلام ده مكتوب في كتاب مساجد مصر للدكتوره سعاد ماهر، كانت زوجتنا في كليه الازهر. نعم. وده بيمثل حضرتك المسجد الطراز العربي البسيط اللي تميزت به طبعا مساجد الفتح الاسلامي الاول، والهيكل الاصلي المسجد طبعا بيعود للعصر الاموي المبارك. نعم، يعني نقدر نقول انه واحد من المساجد الهامة وأقدم المساجد في مصر، و يعني رغم مرور السنين إلا أنه ما زال في اعتناء به، وبالتأكيد وجود هذا المسجد في بلبيس كان مرتبط بالإلحاد الإسلامي. باشمهندس فاروق، حضرتك على المعلومات اللي قدمتها لنا عن مسجد سادات قريش ببلبيس بالشرقية. شكرا. شكرا يا فندم. مشاهدينا فاصل ونرجع مع حضراتكم.